بص يا ابن الناس، لو انت فاكر انك انت لما تتجوز هتتجوز باكج كده على بعضه، واحدة تخدمك وتخدم اهلك وتخلف وتربي وتذاكر وتودي دروس وتودي مدارس وتمرين، والدكتور لو تعبوا وتعمل كل حاجة وانت مالكش دعوة بأي حاجة، وتشيل مسؤولية كل حاجة لوحدها، وانت ترجع كده من الشغل تفضل قاعد قدام التلفزيون لحد ما تنام ومالكش دعوة بأي حاجة، يبقى انت حسبتها غلط ومحتاج انك تراجع نفسك تاني. الأب ما ينفعش يغير لابنه ولا يأكله ولا يسرح له ولا يحضر له رضع لو هو بيبي مثلا، عيب يعمل ده في وجود الأم، ولا يوديه الدروس ولا التمرين ولا يذاكر معاه. كل الحاجات دي الأم هي اللي بتعملها وبتهتم بيها، الأب عليه إن هو يشتغل ويجيب فلوس بس. مين بقى اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال إن تربية الأولاد على الأم بس؟ هي اللي تذاكر لهم وتودي للدكتور وتودي دروس ومدارس حتى لو هي بتشتغل. السائد في مجتمعنا بنسبة كبيرة جدا هو إن الأم هي اللي مسؤولة عن تربية الأولاد، انها هي اللي عليها كل ده. هو احنا ليه بنشيل الام مسؤوليه كل حاجه لوحدها، ويوم ما يحصل حاجه يقول لها ما هي تربيتك يا هانم؟ طب وانت تربيتك فين؟ وانت اهتمامك فين؟ مع ان الاب ده ليه دور كبير جدا في حياه اولاده وليه دور في تربيتهم. طب انت عايز اولادك لما يكبروا كده ويبداوا ان هم يفهموا يبقوا متعلقين بيك ازاي وانت مش مهتم بيهم ولا مرتبط بيهم، ولا في مواقف كتير بتربطكم ببعض؟ عادي جدا انك تهتم بيهم وترعاهم وتذاكر لهم وتتكلم معاهم. بص يا ابن الناس، لو انت فاكر انك انت لما تتجوز هتتجوز باكج كده على بعضه، واحدة تخدمك وتخدم اهلك وتخلف وتربي وتذاكر وتودي دروس وتودي مدارس وتمرين، والدكتور لو تعبوا وتعمل كل حاجة وانت مالكش دعوة بأي حاجة، وتشيل مسؤولية كل حاجة لوحدها، وانت ترجع كده من الشغل تفضل قاعد قدام التلفزيون لحد ما تنام ومالكش دعوة بأي حاجة، يبقى انت حسبتها غلط ومحتاج انك تراجع نفسك تاني. لان ربنا شال عنك حمل تقيل جدا، سلسله من المعاناه اللي بتعانيها الام وبتمر بيها بدايه بقى من الحمل لحد ما الطفل ده يتفطم، مرحله صعبه جدا. يبقى المفروض انك انت تبقى شخص مسؤول وتعرف انك هتسأل عن زوجتك واولادك. في فرق انك انت ترعى اولادك وتصرف عليهم اكل وشرب ولبس وتعليم، وانك تربي وتزرع فيهم القيم والاخلاق وتسمعهم وتستوعبهم. ومفيش حاجه اسمها تربيه الاولاد ومسؤوليتهم على امهم، انت كمان مسؤول عن تربيه الاولاد زي امهم بالظبط.